عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى كب كيك زي ما انتم شايفين كده. شايفين دي 24 حبة من الكب كيك، ما شاء الله لا قوة الا بالله. عملت 24 حبة من الكب كيك. حد يصدق انك ممكن تقدري تعملي 24 حبة من الكب كيك ببيضة واحدة بس وبأقل الامكانيات وبأبسط المقادير؟ عملنا احلى كب كيك زي اللي جاهز واحسن جدا، ان شاء الله يعجبك. لو عايزة تعملي مشروع من البيت ويكون مربح جدا ان شاء الله هتعمليه بأبسط المقادير وبأقل الامكانيات، مش هيكلفك حاجة خالص، وببيضة واحدة بس ان شاء الله تعملي احلى كب كيك. او لو عندك مناسبة او حفلة وعايزة تعملي كمية كبيرة من الكب كيك او من الحلويات، اتبع معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي الطريقة والمقادير والخطوات ان شاء الله. بس ما تنسوش تعملونا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله من الفيديوهات. يلا بينا دلوقتي على الطريقة والمقادير على طول. نسمي بسم الله. هنبتدي في المقادير بتاعتنا. عندي هنا كوباية الا ربع من السكر، كوباية ونص من الدقيق او الطحين، عليهم معلقتين اكل من الكاكاو الخام المر، وعندي هنا كمان هحتاج رشة ملح. عندي بيضة واحدة، نص كوباية من الزيت، كوباية من الحليب. عندي هنا كمان معلقة اكل من البيكنج باودر او خميرة الحلويات. هحتاج كمان فانيليا. دي كده كل المقادير بتاعتنا. سمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نحضر في الكب كيك بتاعنا. بسم الله. عندي هنا اول حاجة البيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد عليها كوباية الا ربع من السكر، وكمان الزيت، وهاخد كمان عندي الفانيليا. هحتاج ربع معلقة صغيرة من الفانيليا الخام. لو بتستخدمي فانيليا اللي هي الاكياس هتستخدمي 3 اكياس او كيسين على حسب النوعية اللي انت بتستخدميها. تمام. عندي هنا اهي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. ما تكتريش من الفانيليا الخام عشان الفانيليا الخام لو كترت منها بتمرر الكيك. تمام كده. بالمضرب السلك اهو، مش بخلاط ولا بمضرب كهربائي ولا اي حاجه، باقل الامكانيات وباضعف الامكانيات ان شاء الله هتعملي احلى كب كيك وفكرته حلوه جدا. كده المقادير بتاعتي بعد ما خلطتها مع بعض كويس جدا واتاكدت ان السكر بتاعي داب تماما. عندي هنا بقى هحتاج منخل سلك. هاخد عليه في قلبه كده كوبايه ونص الدقيق، وكمان الكاكاو الخام. هحتاج عليهم رشة ملح، رشة صغيرة جدا من الملح كده. هوريها لكم قد ايه، عشان اي نوع كيك طبعا او اي نوع حلو لازم تحط له رشة ملح عشان الحلو بتاعك يظبط معايا. اهي ده كده هنا هو الكيس اللي هو 16 جرام ده معلقة كبيرة مليانة. انا هحط الكيس كله بس عشان الناس اللي هي عندها البيكنج باودر في علب تعرف انا حطيت قد ايه. انا هحط معلقة اكل مليانة. تمام كده، معلقة اكل عادية خالص. تمام. وهنخل الدقيق بتاعي كده على الخليط السائل، نخلطهم مع بعض كويس او بالمعلقه كده. بالمعلقه كده هتخلط معاكي كويس عشان بس ما تعفريش. هنا كده حطيت نص كميه الدقيق والخليط الجاف، وبالمضرب السلك هقلب وهرجع اضيف النص التاني بس عشان بس ما يكونش الدقيق كتير على الخليط وانا بقلب كده عشان الخليط يبقى ناعم معاكي. شايفين لما بننخل الدقيق مباشرة على الخليط السائل بيكون ناعم وما بيكونش فيه اي تكتلات او اي كلاكيع. تمام. فيفضل ان انت لو انت تدخلي الدقيق زي ما انا عملت كده مباشر على الخليط السائل بيدوم معاكي بسهولة، مبيبقاش فيه اي توصيل خالص. احط باقي الكمية بتاعت الدقيق بتاعتي كده. شكل الخليط بتاعي بعد ما قلبته كويس جدا مع بعضه زي ما انتم شايفين كده، ده شكل الخليط اهو. ده القوام المظبوط والمقادير مظبوطه جدا ما شاء الله. لا احتجت سائل ولا احتجت دقيق. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. انتوا شايفين كده ما شاء الله حلوه، مش صغيره، وبتاخد كميه كويسه ويبقى شكل الكب كيك بتاعك حلو جدا. تمام. انا بقى دهنت القوالب الكب كيك بتاعتي بالزيت.
تمام بفرشة سيليكون، لازم بفرشة سيليكون كده عشان تقدري تتحكمي فيها، بتسهل عليكي جدا. وكمان الفرشة رخيصة ما هياش غالية. عشان تقدري ان انت تدهني جوانب الكب كيك بالفرشة كده زي ما هوريكم. بتمسحي بس الفرشة بمسحة من الزيت وتدهنيها كده من الجوانب ومن تحت كده عشان تتأكدي ان هي اتدهنت كويس والكب كيك ما يلزقش فيها. زي ما انتوا شايفين انا دلوقتي عبيت 14 حبة من الكب كيك زي ما انتوا شايفين كده، وباقي عندي الكمية اللي انتوا شايفينها دي. هكمل بقى باقي الكمية بتاعتي. ودي كده اول صينية انا حطيت قوالب الكب كيك بتاعتي على اي صينية موجودة عندك، صينية فرن اي صينية موجودة عندك تاخد كمية زي ما انتوا شايفين كده. على صينية الفرن هتحطي او هترصي قوالب الكيك بتاعتك بعد ما عبيناها كده وفرنك شغال على درجة حرارة 180. هتشغلي الفرن من تحت بس. هو مش هياخد وقت، خدي بالك عشان دي كمية صغيرة جدا فمش هتاخد وقت معاكي. انا هحط القوالب بتاعتي واقول لكم هي اخدت معايا وقت بالظبط قد ايه. بقى هنعبي باقي الكمية بتاعتنا اللي هم 10 الاكواب الباقيين اهو. انا بعبي بمعلقة كبيرة غير دي، المعلقة اللي انا بعبي بيها غير دي. تمام، فالمعلقة دي حوالي معلقة ونص من اللي هي المعلقة العادية. فعشان ما تتلخبطوش عبوا معلقة ونص من معلقة الاكل. تمام كده اهي. اهي معلقة من هنا كده في كل واحدة، معلقة ونص بالظبط من معلقة الاكل. شوفوا المعلقة دي من دي اكبر من دي اللي انا بعبي بيها اكبر. ده ال10 اكواب الاخيرة. الصينية الاولانية كان فيها 14 كوب من الكب كيك تمام كده، ودي كده الصينية التانية فيها 10 اكواب زي ما انتوا شايفين كده. يا دوبك كمية الكيك تبقى تلتين الكوب عشان لسه هيتضاعف حجمها ولسه هنزينها، فالكمية تبقى مظبوطة معاكي. اطلع الصينيه الاولانيه ونشوف شكلها ان شاء الله، وادخل الصينيه التانية مكانها على نفس درجه الحراره، على درجه حراره 180 على الشبكه اللي هو الرف الوسطاني. خدوا بالكم بس راقبوها عشان ما تتحرقش منكم، لان الاكواب دي ما بتاخدش وقت في الفرن. وده كده شكل الكب كيك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن زي ما انتم شايفين كده. في بعض الوحدات اللي هي كان محطوط فيها بس مقدار شويه زياده فعدت زي ما انتوا شايفين كده فقفلت الطبق. فالمفروض ان المقدار المظبوط بتاعك تبقى زي دي كده تمام، تلتين القالب عشان لسه هنزينها. هي لسه خارجه من الفرن حالا، اخدت معايا بالظبط ربع ساعه في الفرن الكهرباء تمام كده. واختبرتها بخله او باي حاجه موجوده عندك زي ما انتوا شايفين كده. الخله طلعت معايا نظيفه كده اهو، يبقى كده استوى بقى زي الفل. احنا كده هنحرك الكب كيك من القالب عشان يبقى سهل. شايفين ما شاء الله بتطلع سهله ازاي؟ شايفين هشه وطريه، عايزه اقول لكم هشه وطريه زي القطن بالظبط. شايفين عامله ازاي؟ حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلوه جدا وفخيره جدا. يعني مش عشان ان احنا عاملينها بيضه واحده فتبقى حاجه مش كويسه، لا بجد هشه زي القطن. انا بس خايفه اضغط عليها اكتر من كده لسه سخنه. واحده كمان بتقلبها على ايدك كده خطه بسيطه بصبعك كده بالراحه جدا، بتطلع معاكي بمنتهى السهوله زي ما انتوا شايفين كده اهو. كلها ما شاء الله احلى من بعضها يعني بجد. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ بجد خطيره ريحتها، ما اقولكوش بقى ريحتها جامده جدا ما شاء الله. لازم تفكيها بس كده وهي لسه سخنه، لان لو الكب كيك برد في القالب قبل ما تفكيه هيلزق في القوالب ومش هتقدري تفكيه بعد كده، فلازم يتفك وهو لسه سخن اهو. تمام بقى نحضر كريم شانتيه اللي هنزين بيه الكب كيك بتاعنا. عندي هنا كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه الخام. عشان توفر معاكي وتعمل معاكي كميه كويسه جيبي الكريم شانتيه الخام، جيبي نوعيه كويسه. في انواع كويسه اللي هي الانواع اللي هي ب 48 جنيه دي ما تجيبيهاش، بيبقى متضاف عليها سكر بودره ومتبقاش حلوه. في نوعيه ب 72 جنيه تقريبا، هي غاليه بس بتوفر معاكي وبتدي معاكي كميه كويسه جدا ما شاء الله. وكمان التماسك بتاعها بيكون اقوى ونتيجتها بتكون احسن. عندي هنا تلت كوبايه سكر مطحون تمام كده. عندي كمان كوبايه من الميه الساقعه، ميه من الحنفيه العاديه او ميه من التلاجة تمام كده. انا حطيت كوبايه الا ربع، مش ما ينفعش تحطها كلها مره واحده.
وبعد كده هتزود واحده واحده، وبالمضرب بقى الكهربائي هنبتدي نخفق المقادير بتاعتنا كلها لحد ما الكريم شانتيه بتاعنا يتضاعف حجمه، وهوريكم القوام المظبوط بتاعه. كده شكل الكريمه بتاعتنا، شايفين ما شاء الله التماسك بتاعها عامل ازاي، متماسكه جدا، شايفين ما شاء الله حلوه جدا وطعمها حلو جدا، مع اننا احنا عاملينها بميه مش عاملينها بحليب، بس تحس ان هي طعمها عامل زي الكريمه كده، او زي ما يكون فيها زبده، طعمها بجد حلو جدا. انا بجيب النوعيه اللي هي جولدن باك او المتحده، الاتنين دول كويسين جدا، وكمان بيدوا كميه كويسه وبقوا متماسكين زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت كميه الميه كلها، كوبايه الميه كلها، وبقت زي ما انتم شايفين معايا كده. وكمان ما بتاخدش وقت في الضرب، هي بتاخد اقل من دقيقتين ضرب وبتبقى جاهزه معاكي ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. هنعمل السيرب اللي هنسقي بيه الكيك بتاعنا او الكب كيك بتاعنا. عندي هنا كوبايه من الحليب سخنه، هاخد عليها حوالي معلقه صغيره من النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، وهدوبهم مع بعض كويس كده عشان القهوه بتاعتنا تدوب معاها كويس. دي بقى هنسقي الكب كيك بتاعنا بالنسكافيه ده، كل واحده هتحط عليها معلقه، تمام، وهي كوبايه هتكفي الكميه كلها. دي بقى هنزين الكب كيك بتاعنا بعد ما برد. هو انا سبته بس حوالي ربع ساعه وبيبرد بسرعه، لان الكميه قليله فما بتاخدش وقت لما تبرد، تمام. عندي بقى هنا الكريم شانتيه، انا حطيته في القمع كده، بسم الله كده زي ما انتم شايفين كده. وممكن تفردي الطبقه كلها، يعني ممكن ما تعملهاش شكل كده وتفرديها بالمعلقه عادي، تمام. هنجيب بس واحده تانية، بسم الله اهي، ده كده شكلها. بسم الله. وعلى فكره كمان ممكن تعملوا الكريمه بالشوكولاته لو حابين، بس انا حبيت اعمل الكريمه بيضه واحط عليها صوص شوكولاته كمان. بسم الله كده اهي، شايفين ما شاء الله انا خلصت كميه الكب كيك بتاعتي كلها، عبيتها او زينتها بالكريمه زي ما انتم شايفين. وعندي في اخر شويه كريمه حطيت عليهم معلقه من النسكافيه اللي هي القهوه سريعه الذوبان دي، وضربتهم مع بعض، او ممكن تضيفي شويه من صوص الشوكولاته. عندي بقى هنا انا عملت واحده كده، لو حابين تعملوها زي ما انا عملتها ازاي هقول لكم انا عملتها ازاي، لو حابين تستكفوا بكده مفيش مشكله. هوريكم واحده زي اللي انا عاملاها دي، هجيب واحده بس، هنجيب واحده بقى ساده كده، تمام. وعندي هنا صوص شوكولاته، ممكن تجيبي 100 جرام من الشوكولاته الخام وتسيحيها مع ربع كوبايه من الحليب، وتسيبهم لحد ما يهدوا كده، وبعد كده تحطها في كيس وتزيني بيه. او ممكن لو مش عايزه تشتري شوكولاته وعايزاها توفري، عندك في القناه هتلاقوا كذا نوع من صوص الشوكولاته، انا عملت كذا نوع قبل كده، ممكن تختاري النوع الانسب ليكي او الاوفر ليكي وتعمليه، تمام. عملت خطوط من الشوكولاته كده زي ما انتم شايفين. وهتجيبي خله او اي حاجه عندك، تمام، دي اللي هي بتاعه الشينمون بتاع العصير كده، تمام. اوريكم قد ايه طريه وما شاء الله حلوه جدا، هتعجبكم. اوريكم حته، شايفين عامله ازاي من جمالها، بجد حلوه جدا، طريه، شايفين من جوه عامله ازاي، متماسكه، طعمها حلو وريحتها حلوه، هتعجبكم جدا ان شاء الله. شايفين عامله ازاي اهي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.